السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. استقبال ملكي وشعبي يليق فعلا بالإنجاز اللي قدموه، شرفتونا بزاف بزاف بزاف. على فكرة الملك محمد السادس حارس أنه يكون أمهات اللاعبين متواجدين أثناء التكريم. نحن كلنا بنعرف أنه كرة القدم هي حب وفرحة. صحيح. تم تقديم الفرحة فلاقوا الحب الكبير من الوطن، من كل العرب ومن الملك محمد السادس. يعني هم يستحقون حقيقة. الفريق المغربي كأعضاء كمدرب كإدارة، يعني حتى اتحاد كرة القدم يستحقون هذا التكريم، لأنه عملوا شيء من الصعب جدا أي بلد عربي يعمله. يعني احنا تمام، أنا على طول أقول الفوارق قلت. يعني لما نتكلم على الفوارق بيننا وبين أوروبا قلت، يعني قلت، هي الفوارق قلت. لكن لحد الآن بعدنا احنا مو وصلنا للمستوى اللي نقول احنا من ضمن الأربعة، أو أي فريق عربي ما نقول ضمن الأربعة الكبار، لا. لكن من وصلوا المغرب ضمن الأربعة الكبار بالعالم، هذا فالشيء يعني شلون حاجز الصوت، واخترقنا الحاجز الصوت هذا بالضبط. يعني وكأنه طيارة من ذني اللي تخرق الصوت وتفوت ونقول أوه فات انتهت. إذا المغرب يعني وصل مرحلة، والعرب البقية ما دام المغرب وصل لازم احنا بنوصل وياه. قدوة بالضبط. وبالتالي أنا أتصور يعني فد مثال، نموذج حي واضح جدا لكل لاعبي كرة القدم بالبلاد. تمام، المغرب احنا ما ننكر انه حوالي 8 لاعبين 9 يلعبون بالدوريات الأوروبية الكبار، وهذا هو قل الفارق. لكن نبقى احنا نقول كان الخيار بينهم، بين ايديهم، بين البلدان اللي هم ينتموا لها، وبين اختيار المغرب. خاصة حكم زياش كان واجهه الكثير من الصعوبات ومن التنمر لما اختار المنتخب المغربي، وهذا الشيء اكيد احنا بنشكرهم عليه. كابتن سامي، احنا شفنا انه وليد الركراكي وايضا الكابتن سايس اهدوا الملك محمد السادس القميص الوطني، وايضا مجسم صغير لكأس العالم. على ما يبدو أنه الآمال والطموح أصبحت أكبر والسقف أصبح أعلى، وربما نسخة عربية قادمة في السنوات المقبلة. لما لا، الحلم يكبر ما دام الأسس متينة، ما دام مثل ما قال الدكتور، عبرتي حاجز كان كبير. المغرب في الثمانينات تأهل إلى الدور الثاني. المغرب في المونديال 2018 تألق في مجموعة تضم إسبانيا والبرتغال وإيران، وكان ند وتفاصيل صغيرة محدود. لكن هالمرة اخترق، بدأ مرحلة جديدة. هذا الكاس الصغير هو مال 4، إن شاء الله الكاس الكبير. وصلنا إلى نهاية الفيديو، كنتمنى يعجبكم المقطع، ولا تنسوا الضغط على زر لايك دعما لنا، وكذلك الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. كان معكم ميردو، أراكم لاحقا.